كل الزملكاويه طالعين يقولوا المال حرام اهو، واول ظهور لزيزو والاهلي يخسر. يلي ناس اللي المفروض ان انتوا بتفهموا الكوره، ده ماتش ودي، ماتش مدرب اول مره بيجرب اللعيبه، بيدخل 11 لاعب وبعدين يغير ال 11 لاعب، بيشوف مين يلعب هنا ومين اللي يلعب هنا ومين اللي يلعب هنا. ده مش ماتش بطوله، ومحدش كان يعرف انها ماتش بطوله، ولا حد ولا هي ماتش بطوله، ده كاس كده الشركه الراعيه كانت عاملاه. فهي اللي الصياح من امبارح شغالين بعد الماتش، باتشيكو شكشوكه مش عارف ايه. يا جماعه ده ماتش ودي، ماتش ودي. بس اللي عاجبني ان تريزيجيه ابن النادي دخل جون، وزيزو ما ضيعش ضربه الجزاء. ماتش ودي. هتقول لي اصل باتشيكو ده لعبك 3 مرات وانت ال3 مرات خسرت منهم ال3 مرات. خسرنا بضربات الجزاء مرتين، خسرنا بضربات الجزاء خسرنا. بس ده ماتش ودي، يلي الناس اللي بتفهم. ماتش ما بيلعبش اساسي وليه تغييرات عشان يلعب بيه ويلعب بقوته، لا ده بيجرب اللعيبه عشان ما نقعدش نهري كتير. هي ايه، هي القرعه بتتباع بشعر بنت اختها. ايه اشتريتوا كمان فانيلات باتشيكو عشان تشجعوها؟ ريحوا دماغكم شويه، افهموا ده ماتش ودي. واحنا بنلعب بنعبد، ولا احنا بنغلب من كل الناس، ولا الفريق اللي هو اول مره يطلع على الكونفدراليه يدينا على قفانا وخرجنا؟ ده احنا بنلعب في كاس العالم، وده ماتش في كاس العالم، مش في كاس العالم، ماتش ودي قبل كاس العالم بيلعبوه في امريكا. انت اخرك رحت فين؟ يعني اخرك انت لعبت فين؟ في دوره رمضانيه؟ فبلاش الصياح اللي على الفاضي والهبل اللي على الفاضي ده، افهموا عشان مش حد يضحك عليكم. تمام. سلام.